جنى هي المولوده اللي ربنا رزقوا بيها، ولكن ان شاء الله يجمعهم ربنا في الجنه. ام جنى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟ ازاي حضرتك يا فندم، وازاي جنى؟ الحمد لله. اخبارها ايه، كبرت؟ شوية الحمد لله. قربت تروح المدرسه؟ لسه شوية. لسه شويه. ربنا يسهل إن شاء الله. اتفرجتي على المباراه امبارح ولا ما رضيتيش تتفرجي؟ ما قدرتش والله، بس أنا عرفت، يعني أنا بقيت متابعة النتيجة من بعيد لبعيد عشان ما بقيتش أقدر أتفرج على كورة. مش قادره تتفرجي على كوره؟ مش قادرة بصراحة يعني. طب بعد الماتش قولي لي ايه الاحساس اللي جالك بعد الماتش؟ اول ما قالوا لك الماتش خلص والاهلي خد البطوله، ايه الاحساس اللي جالك؟ إحساسي مش عارفة هتصدقني ولا لأ، بس لا اصدقك طبعا، مش هصدقك ليه؟ أنا في اللحظة دي يعني أنا حسيت إن قلبي انقبض كأن يوسف كان موجود. مفيش، ما حسيتيش ان دي حاجه بسيطه يعني تهون عليك شويه، ولا رجعت لك الذكريات الاليمه؟ رجعت لي كل حاجه قديمه، لان اساسا انا ما نسيتش اساسا. لا، ما انت مش هينفع تنسي اساسا، ما احنا عارفين دي متفقين عليها طبعا. انا يعني هو انا كنت مبسوطه ان الاهلي كسب، لان احنا كلنا بنحب الاهلي، ويوسف الله يرحمه كان بيحب الاهلي جدا. اكيد. يعني انا كنت بحب الاهلي 10%، هو خلاني احبه 100%. يعني انا كنت مبسوطه ان الاهلي كسب، بس انا كنت حزينه ان هو ما كانش معايا. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. بس اعتقد ام جانا، انا عايز اقول لك بس حاجه، اعتقد ان لعيبه الاهلي يعني اللي عملوه امبارح هم وعدوا ان هم عايزين يقدموا اي حاجه، وقدموا اي حاجه هديه ليكوا، وانت حضرتك واحده من الناس المكلومين طبعا، لكن انا عايز اقول لك هم كانوا رجاله قوي، يعني كانوا رجاله علشان خاطر ان هم وعدوا بده وربنا كرمهم وحققوا. بس انا هقول لحضرتك يا استاذ محمد، هو مفيش اي حاجه في الدنيا هتقدر تعوضني عن يوسف الله يرحمه. يستحيل طبعا. فهم طبعا يعني هم اساسا رجاله يعني. من بدايه محمد بركات، لان انا بحبه جدا. محمد بركات وابو تريكه انا بحبهم جدا. ف يعني دي حاجه مش يعني مش متوقع غير كده من النادي الاهلي، ان هم يجيبوا، ان هم يكسبوا كده يعني. عموما ام جنى، انا بس يعني اول حاجه انا حبيت بس اعرف يعني شعورك ايه بعد المباراه. حبيت ان انا نطمن على جنى برضو ونعرف اخبارها ايه، وربنا يبارك لك فيها، ودايما في خير، وربنا يعني يصبر قلوبكم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا. ده احساس وده شعور طبعا.